ابنك ملوش نفس ياكل، بيشتكي ان بطنه وجعاه، حاسس ان هو كل شوية تعبان ومرهق، ممكن ينزل شوية في الوزن، بيشتكي من حكة شرجية، لازم تسمعه كويس وما ينفعش تطنش الأعراض دي، لازم فورا تعمل له التحاليل وتزور الدكتور لأنها غالبا أعراض ديدان معوية. وهقولك على شوية وصفات طبيعية تضيفها لأكله عشان تساعده انه يخف بسرعة ان شاء الله، وهي الليمون وزيت حبة البركة والكركم والثوم. لو لقيت اسم الصبغة ده على اي منتج من اللي انت بتشتريه رجعه فورا، لان الصبغه الحمراء رقم 3 مرتبطه بالامراض، وهم بيستخدموها عشان يلونوا بعض الاكلات زي حلويات الاطفال والبسكوتات والمارشميلو والجيلي والكيكات وبعض انواع الزبادي والعصير الفراوله اللي لونها احمر. فلو لقيت اي منتج ملون بالصبغه دي اوعى تشتريه، واشرف بنفسك على الحلويات اللي بتشتريها الاطفال. توصل للطعم الجميل ده اللي يخلي الاطفال يحبوه وما يقدروش يستغنوا عنه، بتاكل كميه مواد كيميائيه والمطلوب من الكلى والكبد انهم يخلصوك منها. ده غير ان الشيبسي مليان دهون متحوله وماده الاكريلاميد الخطيره اللي بتنتج من تعرض البطاطس للحراره العاليه بتاعه المصانع. فأرجوك قلل من الشيبسي على قد ما تقدر وبدله بالسناكس الصحية زي الفشار. رأيك تدمر صحة ابنك وتبوظ له هرموناته وتخليه متأخر في البلوغ والنمو والفهم، عادي مفيش أي مشاكل. كل ما يطلب الموبايل اديله، كل ما يطلب حلويات هاتله، خليه ياكل نودلز براحته. الشيبسي والمشروبات الغازيه والعصائر المعلبه عادي جدا نتعامل معاها كانها مفيش اي مشاكل. وما تنساش تديله في المدرسه لحوم مصنعه زي اللانشون والهوت دوج عشان ما يبقاش اقل من حد. وخلي بالك الاطفال دلوقتي بقى بيجي لها سكر ومقاومه انسولين عادي. ادوار البرد، انواع اللبوس اللي في الصوره دي في ماده اسمها الديكلوفيناك، الماده دي ما ينفعش نستعجل ونديها للاطفال اقل من سنه، او تستخدم في اضيق الحدود تحت اشراف الدكتور، لان لسه الطفل ما بيعرفش يتعامل معاها وممكن تسبب له فشل كلوي عادي جدا. ومحدش يفتكر ان الدواء طالما في صورة لبوس مش شرب ولا قراص ولا حقن ان ملوش اثار جانبية، بالعكس ده نفس المادة الفعالة بنفس التأثير على المعدة والقلب والكليتين. مش مطهر معوي ناخده لما بطننا توجعنا. المفاجأة الفلاجيل مضاد حيوي، يعني بيتاخد بجرعات معينة حسب الحالة بيحددها الدكتور، يعني ما ينفعش ادي ابني منه معلقة لما يتعب شوية او انا اخد قرصه لما احس بتحسن اوقفه. بالعكس الفلاجيل ساعتها ممكن يبوظ المناعة، كمان ممكن ينتج بكتيريا ومقاومة. الفلاجيل مضاد حيوي مفهوش هزار. الاسم دواء حديد بيعالج الانيميا، فعليا ممكن يسبب تصبغات وبقع على اسنان الاطفال، ودي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لهم هتضايقهم وتسبب لهم الاحراج. فالحل ان احنا نخفف دواء الحديد في كوبايه عصير ليمون او برتقال، او ان احنا ندي دواء الحديد بسرنجه اطعام بحيث ان الدواء يخش على الحلقه على طول من غير ما يلمس السنان. ومش عايزه افكركم ان اتباع النظام الغذائي الصحي هو افضل مصدر للفيتامينات والمعادن.